غادي تسلك على خير اليوم. من الاخر فرنسا تحرقت، واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. هذه هي، يخبط راسه على الحيط. ومانيش حابس، مازال نزيد ندير فيديوهات على هذا الشاب الجزائري. الخانزين تاع خيرانسا ما زالوا الى يومنا هذا يتكلموا ويحاولون تبرير فعلتهم الشنيعة. نعم، دوك نعت لكم فيديو وتفهموا مليح واش راني نهضر. Ce gamin a 17 ans à la voiture au volant d'une voiture, pardon, et qui refuse d'obtempérer, avant évidemment de mourir, qui refuse d'obtempérer avec un casier déjà long et très connu des... كما تشاهدون تقول هذه الصحفية باش تشوفوا صحافة العار تاعهم بأنه يمتلك سجل طويل ومعروف جدا عند الشرطة، رغم تصريح النائب العام الخيرانسي باللي السيد ما عندوش حتى سجل إجرامي. سيد عمره 17 سنة، هذا وين جاي للدنيا؟ services de police. Le conducteur était connu des services de police, en fait. هنا قال باللي كان معروف لدى مصالح الشرطة باش يبين باللي السيد كشغل مسبوق قضائيا، باللي تاع مشاكل وطوايشي. Naël, 17 ans, donc conduisant sans permis, déjà connu pour ses faits, déjà des refus d'obtempérer. Et il était également très connu de la police, notamment pour conduite sans permis. الآن شفتوا يا الجزائريين، جبت لكم فيديوهات من عديد القنوات التلفزية الخانزة تاعهم الخيرانسية راهي تحاول تبرير فعلتهم باش تعرفوا مليح مكانة المسلمين في خيرانسا. لكن هذه الفعلة تاعكم يا الخيرانسيين ما راحش تروح كيما هكذا. يا وحرقوا لكم خيرانسا. شكرا لكل الجالية المتواجدة هناك، نوجه لكم ألف تحية. والله جوني تعليقات نقراهم يا الجزائريين وش يقولوا لي، رانا عايشين في خيرانسا بالصح فرحانين وش راهو صاري فيها. والله الجزائريين ما كانش كيفهم من الاخر. نسيت ما قلت لكمش برك انكم تهبطوا كامل تحت وتخليوا اللايك. خلي اللايك خويا الجزائري، لان ولاد خيرانسا واللي ما عجبهمش الحال راهم يسينياليو. خلي اللايك تاعك خويا الجزائري. الان راح نديكم الفيديو لجدة الشاب نايل، شوفوا مليح. الله تعالى اللي اداهولنا مقبول عند الله، محبوب عند الله، مات في العواشر، مات عازب، مات مقتول ومات في العواشر، ومات في العواشر، ومات عازب جامي ماريي لا كو 17 مات مقتول ومات عازب tu comprends، مات في العواشر. وانا راحت لي كامل الهضره وليدي. ليله العيد ما في المكه دعاولو، في المكة عيطوا ودعاولوا في المكة، الناس كاملة تدعي في العواشر، الجوامع كاملهم يدعوا. لو كان تشوف كي شفتو جلي في كي غسلوه كي سوا شفتو ربي عطالو النور، عينيه مغمضة وراح هكذا يضحك. داروا له لوطوبسي نورمالمون يولي كحل وتشوف بيض 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 الى كوم سي لي تروك روج، عنده عناكو كي اللي حمرو ويضحك دار هكذا. وكي راح الكوافير هذيك لافي اللي بارتي شي الكوافير اللي تي بيان كوافي تو، راح يقابل ربي، راح يقابل ربي، وربي عارف واش كاين في قلبه، ولا دار ربي عارف كل شيء. ربي ما كان نقول لك لا ليك لا لحتى. كيما شفتوا يا الجزائريين فيديو يعني وش حنقول لكم، الدمعة تطيح لك، الدمعة تطيح لك. سمعتوا وش قال جداته، ومن بعد يجينا واحد مبردع في التعليقات ويبدا يقول لك خيرانسا وكذا وما تهدر ليش في البلاد وراني ناكل منها. وش بيك صاحبي وش بيك؟ الارزاق يوزعها ربي، ما توزعها لكش خيرانسا. خيرانسا ما توزع لكش الرزق تاعك خويا. كي تروح تمارس خدمتك في اي بلد في هذا العالم راح تسترزق عادي. راني نحكي هنا على 1% من الجالية الجزائرية اللي راهم يقولوا علاش راك تتكلم كيما هكذا في خيرانسا. الآن راح نزيد نديكم الفيديو، اسمعوا مليح وش يقولوا هذا الجزائري حول ما تقوم به الجالية الجزائرية هناك في خيرانسا. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. قضية نايل تأخذ أبعاد كبيرة وكبيرة جدا في فرنسا. الجالية الجزائرية غاضبة جدا، خاصة بعد الترسبات في السنوات الأخيرة. قضية نايل هي القطرة التي ستفيض الكأس. أتمنى أن لا يتوقف الجزائريون في فرنسا للمطالبة بحقوقهم، خاصة بعدما وقف البرلمان الفرنسي محاولا تعديل القانون تاع 68 فيما يخص إجراءات الفيزا وإجراءات السفر إلى فرنسا من طرف الجزائر.
المشهد سيتعاظم وسيكبر. أتمنى بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله ما راهيش حابسه، وماشي غير الجزائريين، دخلوا فيها حتى الافريقيين، دخلوا فيها حتى الافريقيين باكملهم. يعني شفت فيديوهات صدقوني حرب شوارع ما تتمناهاش لعدوك، يا وقلبوا لهم الدنيا وما تعرف حتى واحد. شفت فيديوهات البوليسي متدرج ورا سياره والسيد يضرب فيه بواش بالفيميجان، يضرب به مش بالفيميجان باللي هذوك. المهم يا الجزائريين هذوك اللي يطلقوا اكم فهمتوني على بالي. نزيدوا نروحوا الى فيديو اخر لشاب جزائري يقصف هذوك الجماعه اللي الظاهر دير اللايفات في التيك توك، وكم على بالكم شكون واحد ويكريتيكيو الجزائر، يكريتيكيو المعيشه في الجزائر، اللي يكريتيكيو المعيشه في الجزائر وهما عايشين في فرنسا. لو جون الجيريان اللي عنده 17 سنه واللي تير عليه بوليسي بسلاح قتلوه في باري، باسكو في فرنسا كي تكون تسوق بلا بيرمي تستاهل يقتلوك تموت. انا يرحم باباكم حبيت نسقسيكم واحد الحاجه، نتوما اللي راكم عايشين في فرنسا واللي تضلوا تفتحوا في لي لايف وتهضروا على الجيري وتضلوا تكريتيكيو في بلادكم وتسناو نامبورت عفسه تصرا في الجزائر ما تعطيوهاش، تهضروا على كلش. وين راكم؟ ما شفناكمش، ما سمعناش رايكم، ولا ما تهضروش عليهم هذوك، تخافوا شواكركم تسمى نتوما منافقين. واش راني نهضر، نتوما اللي عايشين في فرنسا فو نوزي با لي كريتيكي هكذا في فيديو ولا تفتحوا لايف تهضروا عليهم باسكو تخافوا. وجو بريسيس بيان واش راني نقول، اني نهضر على العباد اللي يضلوا يفتحوا لي لايف وتعرفوهم عايشين ليها، يضلوا شغل يريديكوليزيو في الجزائر ويضلوا يكريتيكيو في البلاد ويعسوا اي كبيره ولا صغيره تصرف في الجزائر باش يهضروا عليها من كثر تحاكمهم من الفيد. سؤالي واضح، علاش ما فتحتوش لايف ودرتوا وائل خونا ربي يرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه، علاه ما درتوش القضيه تاعو قضيه راي عام؟ علاش تخافوا؟ بكل بساطه سهله جدا خويا ونفهمها لك. خوافين يخافوا من يماهم، يخافوا انهم يخسروا العلاقه مع يماهم، تنحي لهم الفيزا ولا تنحي لهم الجنسيه. هذو ما همش جزائريين، جميع واحد يخاف من هذيك الدوله القذره ما هو جزائري. علاش هاد النفاق؟ علاش ما عندكمش وجه واحد؟ ولا بلادكم تجيكم سهله، الجزائر سهله، الحاجه اللي تصرات تبداو تتنابحوا كي الكلاب عليها. ابارسا عندي ميساج للحراقه هادو اللي راهم يحرقوا ويضربوا ويديروا، انا ضد هاد العفايس، بصح بردتوا لي قلبي. تحياتكم انتوما، قال عندكم قلب، مازال عندكم قلب سخون، مازالكم شغل باين بلي الجيريان يا خو. ان شاء الله فرنسا تشعل ما تطفاش، وخونا ربي يرحمه وربي يصبر اهله ان شاء الله. الامي ما تاعو تغيظ مسكين، ولد واحد عند باباه ويماه. وشنو نتوما يا المنافقين؟ ان شاء الله تولوا رجال كيما تهضروا على بلادكم، اهضروا على فرنسا اللي راكم عايشين فيها، ياك ماماكم. كما شفتوا يا الجزائريين رد قوي جدا من هذا الشاب الجزائري. شكرا على هذه المداخلة تاعك. والله يا الجزائريين غير ما يحدث الآن في فرنسا غير حاجة تخليك فرحان، تخليك تضحك وانت تشوف فيهم وش راهو صاري فيهم، تشوف الشرطة تاعهم يتخباو ورا السيارات خوفا من حراقة جزائريين. اخي كنتوا تستهزاو بهم الحراقة الجزائريين، راكم تشوفوا واش يديروا لكم، يحتلوكم نورمال، يا وغلطة حياتكم تخلطوا في الجزائريين. والان نورمالمون فهمتوا علاش دائما نقول لكم بلي بلادنا قويه، بلادنا ما كانش اللي يقدر يلعب معاها، ما كانش اللي يقدر يلعب معاها. الجاليه تاعنا كاينه في كل الدول، بمعنى تغلط تخلص. 8 مليون من الجاليه الجزائريه موجوده في فرنسا، راني نقول لكم 8 مليون، فبالك يا فرنسا، بالك غلطة حياتك ومازال تخلصي مازال. ما تنساوش يا الجزائريين خليوا اللايكات تاعكم كامل، ونتلاقاو في فيديوهات قادمة. السلام عليكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا لنا جام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.